الله الرحمن الرحيم. ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كده وصفه جميله ان شاء الله تعجبكم، وهي وصفه السنابون. هتبقى احلى من المطاعم ان شاء الله، وجربوها وقولوا رايكم فيها ايه. قبل ما ندخل نعمل كده لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل الجرس، ونبدا مع بعض بسم الله. عندنا هنا نص كوبايه لبن، زي ما انتوا شفتوا كده في الاول، نص كوبايه لبن ونص كوبايه زيت وربع كوبايه سكر واربع كوبايات دقيق وبيكنج باودر وخميره. حطينا اهو في البوله زي ما انتوا شايفين كده الدقيق، وحطينا عليه كل خميره، ونبتدي نخلطهم مع بعض كويس. بعد كده هننزل بالسكر، احنا حطينا كله الخميره والبيكنج باودر، وبعد كده ننزل بالسكر ونقلب كل المقادير الجافه كلها مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنعجن زي ما انا قلت لكم بالزيت بقى، بالسوائل. هنحط الزيت وننزل بيه كله، ونحط برضو اللبن زي ما انتوا شايفين النص كوبايه، وهنبتدي نعجن كده مع بعض لحد ما تتكون عجينه لينه كده وتتفرد معانا بسهوله. هنبتدي كده ان احنا في الاول كده نقلب بالمعلقه، وبعد كده طبعا العجين بيحب الايد، عشان كده نحس بالعجينه ونشوفها في ايدنا عامله ازاي. العجينه هتحتاج ميه دافيه، الميه الدافيه دي ملهاش مقدار، احنا ننزل لحد ما نحط شويه بشويه لحد ما تتكون معانا عجينه زي اللي انتوا شايفينها كده. وهنغطيها ونسيبها لحد ما تخمر، لان طبعا اي حاجه فيها خميره وبودر لازم بنسيبها ان هي تخمر. غطيناها بكيس نايلون، وغطيناها برضو بصينيه، ونحطها في مكان دافي لحد ما خمرت، وشايفين النتيجه معانا عامله ازاي. هنجيب بقى العجينه بتاعتنا شايفين طريه ولينه وجميله، بس ما بتلزقش في الايد. وهنبتدي نفرد كده بقى على الرخامه بالنشابه بتاعتنا. يا ريت اللي وصل معايا للفيديو لحد هنا يعمل لايك للفيديو ويشترك في القناه، لان اللايك ده يا جماعه هو اللي بيرفع الفيديو. والزرار اللي هو الاحمر اللي عندكم ده الجرس تضغطوا عليه، وكلمه الكل علشان يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله. فردنا العجينه زي ما انتوا شايفينها كده، نحاول على قد ما نقدر نعملها دايره زي ما انتوا شايفين، ونبتدي ندهن بسمنه. السمنه بتاعتي مش سخنه بس سايحه، سمنه سايحه عشان تدهن كويس. ندهن العجينه كلها كويس، ونرشها سمنه او زبده المتاح عندكم، ونرش بقى بالسكر والقرفه. اللي حابب يحط في المرحله دي شوكولاته نوتيلا يحط ويلف عليها الرولة زي ما انتوا حابين. عايزين تضيفوا اي اضافات حطوها. وهنبتدي نقطع كده بقى العجينه، الرول اللي احنا عملناه ولفيناه زي ما انتوا شايفين كده، هنقطعه بقى قطع قد بعضها متساويه. انا جيت اقطع بالسكينه، طبعا لقيت القطعه مش مظبطه قوي، فموضوع الفتله اللي انتوا شايفينه ده انا كنت شفته كده برضو فيديو عجبني، فقلت اجربه، بس طلعت النتيجه حلوه قوي. اعملوا بالفتله وان شاء الله هتطلع اهم حاجه ان احنا نحاول نخلي القطع قد بعضها. قطعناه كله زي ما انتوا شايفين كده، وطلع معانا والله يعني ما شاء الله كتير شويه حلوين يعني. عمل عندنا كام واحده حلوين. زي ما انتوا شايفين هنسيبها تخمر تاني. المرحله دي ما تصور معلش كده، انا اسفين. هنسيبها تخمر في الصينيه، وبعدين ندخلها الفرن لحد ما تستوي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. والله يا جماعه يعني هو مش شكل بس، بصراحه الطعم والله اطعم من المحلات. الصوص ده احنا كنا عاملينه قبل كده في فيديوهات كتير، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، علشان اللي حابب يدخل يشوف الصوص ده بيتعمل ازاي يرجع لصندوق الوصف ان شاء الله. الصوصات دي زي ما انتوا عايزين. الصوص بيتعمل بالسكر البودر وميه، وتقلبيه وتحطيه. صوص شوكولاته اي نوع انت حبات تسيحي شوكولاته شوكولاته شيبس او كده وتحطها على الوش، مفيش مشكله، المتاح عندكم. عايزين ترشوا برضو بعد كده اما حطينا. طبعا كل ما تكتروا الصوص ده بيبقى الطعم احلى، وبتبقى شاربه منه حلو، وبيدينا نتيجه حلوه. هنحط على كله الصوص يعني بنغرقها كده زي ما بيقولوا، عشان زي ما قلت لكم، زي كل ما الصوص بيكتر بتبقى النتيجه حلوه قوي. طبعا يعني انا بزهقكم بكلمه حطوا لايك دي، بس يعني انا شغاله في القناه بتاعتي من زمان، وبصراحه نفسي تترفع بيكم وبمشاركتكم، وان انتوا تشاركوا الفيديو مع اصحابكم وزمايلكم عشان القناه تتعرف بيكم ان شاء الله. هنخلص بقى الصوص بتاعنا كده، وبعد كده نحط عندي بتاع الشوكولاته فرماسيلا مدوره،
قلت احط عليها مكسرات، شوكولات شيبس ابيض، اي حاجه موجوده عندنا في البيت ومتاحه يا جماعه. ما فيش يعني ما فيش قوانين، ما نقفش عند حاجه، ما نقول ما فيش عندنا ما نعملش، لا نعمل، والموجود في البيت نستعمله. والله وان جيتوا تبصوا هتلاقوا حاجات كلها موجود. يعني الصوص ده عباره عن معلقتين كاكاو، شويه لبن، شويه زيت، شويه سكر. يعني هي حاجات. واعملي المقدار اللي انت عايزاه، مقدار كتير مقدار قليل اللي يناسبك اعمليه، ما تكلفيش على نفسك، لان طبعا يعني الحاجات دي طبعا بقت غالية وبتتكلف، فاحنا ما نكلفش، الموجود والمتاح نعمل بيه. هنا البتاع الشوكولاتة اهي زي ما انتم شايفين، وطلعت النتيجة تحفة. جربوها بقى زي ما قلت لكم، وقولوا لي رأيكم في ايه في التعليقات، ولو عايزين اي وصفة مني قولوا له انا هعملها لكم ان شاء الله، مش هتأخر عنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى بالكينج باودر ما خدناهوش، والله كنت اخد بنيتها بس ما عرفتش.